طب تقدر تقول لنا يا سيادة المستشار إيه أهمية جريمة غسيل الأموال لمرتكبيها؟ يعني للي بيعملوها بتبقى أهميتها إيه؟ يعني ليه بيلجأ إن هو في النهاية جريمة غسل الأموال هي من الجرائم ذات النتيجة، إمم، وهذا الفاعل في جريمة غسل الأموال فهو يهدف إلى تحقيق النتيجة. إمم، وفي اعتقادي أنا أن هذه النتائج تتمحور حول موضوعين. الأول هو الحيلولة دون اكتشاف جريمة المصدر أو الجريمة الأساسية التي ارتكبت والتي تحصل منها أو التي تحصلت منها هذه الأموال والتي تستخدم في شأن الغسل، إمم، ومن ثم يمكن من الإفلات من العقاب. صحيح، أما عن الموضع الثاني فهو استثمار العائدات المالية هذه بطريقة مشروعة، أو أن هو يتحصل عن العائدات المالية أو الاستثمار نتيجة الجريمة الأصلية التي إمم. ارتكبت. ففي اعتقادي هو الأهمية لا تتمحور حول هذين الموضوعين وغير ذلك الكثير، لكن هذا هو أهم ما في الأهمية يعني. طب يا فندم